لجماهيرنا ومبروك للوطن العربي ومبروك طبعا لجماهير المغرب كلها. حاجه صراحه احنا نفتخر ونعتز كلنا، والفرحه اللي احنا عملناها يمكن قبل ما نبدا الاستديو دي حاجه بنشكر لعيبه المنتخب المغربي والجهاز الفني. هو ده اصل اللاعب العربي، دي روح اللاعب العربي اللي عنده طموح ان هو يحط بلده في مكانه كويسه. النهارده الروح يعني من تاني ماتش لعبوه مع بلجيكا كرواتيا كان ماتش يعني هقول كان كويس، بس الماتش الاحسن كان ماتش بلجيكا، ثم ماتش النهارده اللي هو حطهم اول المجموعه. انا واحد ما شفتش لاعب من اللعيبه او اللعيبه اللي قاعدين بره على الدكه ما فيش حد منهم مقصر خالص. كان عندهم هدف ان هم عايزين يصعدوا، هم ما كانوش بيفكروا في الاول ولا الثاني، هم اهم حاجه كانوا يصعدوا. وعشان كده الاداء بتاعهم والروح بتاعتهم اللي في الملعب والترابط والغل اللي هم بيطلعوه على لاعيبه كندا النهارده حطوهم منهم باول المجموعه. دلوقتي هم خلاص، انا من وجهه نظري ان هم النهارده يحتفلوا ويفكروا في المهمه الاصعب اللي جايه ان شاء الله، لان هو الطريق بتاعهم لو هم بنفس الروح دي بنفس الاداء اللي حصل النهارده في الماتش بنفس الترابط ده هيحط المغرب في دور الثمانيه ان شاء الله. فوز المغرب مبروك. طلحه تفضل. الف مبروك للشعب المغربي والشعب العربي والشعب الاسلامي، هذا الفوز الرائع جدا. الفوز جميل، التأهل جميل، العبور بكأس العالم جميل، كل لحظة بكأس العالم جميلة، كل لمسة كل هدف، فما بالك التأهل إلى الدور الثاني ويكون عن جدارة واستحقاق. عادة الفرق اللي تحقق مفاجأة يعني ممكن تسجل هدف من ضربة ثابتة، ضربة حرة، تشنس معها يعني يكون معها الحظ، ولكن المنتخب المغربي عن كل جدارة واستحقاق، ويكفي القول أنه من أحد أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة حتى الآن، دفاع هجوم خط وسط. وبأكد على اللاعب اللي أنا بشوفه حتى الآن هو نجم المونديال حتى الآن، هو اللاعب سفيان مرابط، لاعب ذكي جدا بيعطينا شخصية اللاعب الوسط القيادي على بمنتصف الملعب. وبنرجع بنقول لحظة تاريخية أخرى عشناها في هذا المونديال. ممكن أنا ما كنت بيوم من الأيام أتوقع بكل صراحة أني أنا أكون شاهد على تأهل منتخب عربي إلى الدور الثاني بكأس العالم. كنا شاهدين على هذا الشيء وبصراحة شعور لا يوصف. يعني أنا أكون مش إن أكون عايش، قصدي أن أكون موجود كمان على المدرجات، ف مونديال رائع بكل ما فيه. حتى طريقة بكل صراحة، طريقة باش لعب وليد هذا المونديال هي طريقة عقلانية جدا، طريقة فيها تركيز، فيها حساب، فيها دفاع، لم ينصاغ وراء العرض، نصاغ أكثر وراء الفعالية، وهذا ما كان ينقصنا عبر التاريخ، حيث في الكثير من المناسبات قدم المغرب عروضا جميلة ولكن خرج من الدور الأول. ولذلك آن الأوان لكي تستصغر المنتخبات العربية أسلوب عصري، أسلوب حساب، أسلوب كرة فعالة وكرة عصرية بكل صراحة. ألف مبروك خالد المغرب الصراحة اللي ونسونا الوطن العربي كلهم اليوم، قدموا أداء رجولي فني كل شيء خالد. الفرحة يعني كنا أمس متضايقين خروج المنتخب والتونسي، اليوم لا افرحونا كلنا، وهذا المنتخب اللي كنا نتامل عليه، وكل المحللين وكل الجماهير الرياضيه كانت تتمنى تشوف نفس هذا الفريق. الزين في هذا الفريق خالد انه مو بس قدموا مستوى، لا روح قتاليه داخل الملعب. الان اللي يبي يشوف قياده داخل الملعب او يبي يشوف روح لاعب قتالي داخل الملعب يشوف لاعبين المغرب بالاخص مرابط. هذا الروح للمنتخبات، اقول لك منتخب المغرب والمنتخبات اللي لعبت اليوم تشوفها مرابط، لاعب مميز، لاعب كان يقطع المباراه ويقطع كل الهجمات المرتده، او سواء على منتخب المغرب او مع المنتخب المغرب صناعه اللعب، واللاعبين المتواجدين خالد واشكرهم واحد بالاخص اللاعب حكيمي، لاعب متعور ومصاب قاعد يلعب ولعب ما قال يعني طلب تبديل، لعب لغايه اخر 5 دقائق تبديله ولعب بروح قتاليه على مستواه على الروح. هذا اللاعبين من النوعيه هذه اللي نحن نتمنى نشوف لاعبينا نفس الطريقه هذه، اللي يقدر يشيل شوي من اصابته ويقدر يلعب بس الروح اللي لعبها حكيمي، بما انه لاعب يلعب في باريس وقبلها كان في ريال مدريد. يعني لما تشوف الروح اللي يزرعها حق اللاعبين المحليين او اللاعبين الاصغر منه بالاحتراف، لما يشوفون لاعبهم الغيادي مالهم كذي، فالكل يعطي من الروح اللي قدمها، ويشكرون نتمنى لهم ان شاء الله المستوى الجاي يروحون الدور الثماني الابعد ان شاء الله، وخاصه راح يكون ديربي عالمي بين المغرب. مبروك اول شيء، مبروك للمنتخب المغربي، شرف المغرب، شرف كل البلدان العربيه. تأهل مستحق ومنتظر،
لانه هذا المنتخب يعني من بين احسن ان لم يكن احسن منتخب افريقي في التكوين في الاستراتيجيه. لكن انا نضيف شيء، انه محظوظ هذا المنتخب انه عنده مدرب اسمه الركراكي، لانه لما تشوف مدرب في مباراه هو تاهل يبحث على حلول تكتيكيه للمباراه الجايه، يعني مباراه الثمن النهائي. اليوم لو لاحظنا كل تغييراته خالد، اول مره يشرك نصيري مع حمد الله اول مره. يعني لما تشوف هذا التغيير وهو فايز 2-1 كانه يبحث على المباراه القادمه على الحلول الهجوميه، لما يكون يبحث على الهدف. تغييراته الان صارت معروفه، دائما لما يبحث على الدفاع. اليوم يدخل مكان أناحي، نصيري يدخل حمد الله، ويخرج بوفال ويدخل ابو خلال. لكن اليوم نفس الخطه التكتيكيه، نفس التغييرات الدفاعيه، لكن هجوميا يبحث على حلول المباراه القادمه. وهذا يبين على انه مدرب قوي، مدرب تكتيكيا ذكي جدا. وكذلك الان هو في خلال مباراه مهمه يبحث على حلول المباراه القادمه، يأكد انه تاهل اول مجموعته بجداره واستحقاق. واظن انه هذا المنتخب يمكن يوصل الى ابعد نقطه ممكنه من هذا المونديال، وليست بالمفاجاه نظرا للمردود الذي يقدمه له. وليد، خصوصا على محاوله ادخال هذا للجمهور المغربي، الجمهور المغربي الذي يريد العروض، يريد التقنيات، يريد اشياء كثيره، ولكن ادخلها للاعبين. الان يدخلها للجمهور وللصحافه الرياضيه المغربيه بكل صراحه. خالد، اول حاجه الحمد لله، والف مبروك لكل المغاربه، كنا وسود الاطلس وكل المغاربه في كل انحاء العالم. راهنا على ابطال حقيقيين وتصدروا مجموعه، وذكرنا انه بيكون حصان الاسود في البطوله، وفعلا كان. كندا اليوم ليس فريق سهل. كندا لو عملوا دراسه على هذا الفريق، افضل فريق بدنيا وما يتوقف من خط الدفاع المقدمه، كله ركض وكله كره للامام. واحد صراحه منتخب نفتخر بكاره حقيقه، تصدر مجموعه مع كرواتيا وطلع بلجيكا. يعني كرواتيا اخر كاس عالم لعب النهائي، بلجيكا ترتيبه عالي جدا من الفرق يعني القويه. وحتى انا سميتها المجموعه الحديديه حقيقه. كندا، حتى هذا كندا افتقدنا هذا الفريق، كان فريق ممتع يا صعد. عموما انا بتيح الفرصه للاكثر من الشباب يتكلموا. صراحه نحن فخورين بهذا المنتخب، وان شاء الله انطلاقه العرب من دوحه الخير يا خالد. شوف تنظيم عالمي في قطر، ابدعت في كل شيء. معها العرب الثاني ما خيبوا الظن، قطر ابدعوا. ممكن نشوف هذا المنتخب المغربي يوصل مكان ما نتخيله حتى لا. نحن نريد ندعي ونريد الحظ معانا ومباريات، قد يوصل مكان نخلي مفاجأة المستقبل، لان ما نعلم الغيب. ولكن راهنا على ابطال، وصح اللي سماهم اسود الاطلس. صراحه في قطر اصبحوا اسود وتوحشوا. والله يكمل تنظيم قطر بفريق عربي يوصل ابعد مدى.